السلام عليكم الإخوان والأخوات، كلشي بخير، لاباس عليكم؟ الحمد لله. كزافيي كوبولاني، ما عمرك سمعت هذا الاسم هذا؟ كزافيي كوبولاني هذا أهم شخص بدون مبالغة في تاريخ المغرب في القرن العشرين. هذا اللي رسم هذا الخط اللي حنا مضاربين معاه، هذا اللي خدا خريطة المغرب ومسطرة وستيلو واقتطع 60% من الأراضي المغربية وصنع دولة سميتها موريتانيا. هذا هو الأب المؤسس لموريتانيا، هذا هو اللي سماها موريتانيا، حتى الاسم هذا اللي اختاروا لها. موريتانيا اليوم مساحتها حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، المغرب 700 ألف كيلومتر مربع. 60% ديال أرض المغرب هذا هو اللي حيدها بستيلو ومسطرة. هذا اللي رسم حدودك الجنوبية مع الجزائر. هاد الخطوط اللي كتبان لك بالسطرة بالمسطرة هذا هو اللي رسمهم. هذا شخص خرافي بحال دوك الاشخاص ديال الافلام ديال هوليوود. هذا قبل ما يجي يدير هادشي كله في المغرب كان تيصلي الجمعة مع عباد الله في الزاوية في الجزائر، ماشي كيصلي معاهم، كيصلي بهم، هو اللي تيلقي الخطب. هذا هو اللي وجد هاد الخريطة ديال ما يسمى الصحراء الغربية اسبانيا باش تدخل المغرب. المغرب دار معاهدة حماية مع فرنسا 1912. عمرك سولتي راسك اش جاب اسبانيا في الهضره؟ كيفاش قاد اسبانيا راسها واخده هذاك المربع تما؟ هذا اللي وجد لها هذاك المربع اللي خدات اسبانيا في الصحراء، هذا اللي رسموا لها. هذا اهم من اليوطي بمراحل. اليوطي 1912 بحالو 1925. هذا حنا في 2024 100 عام من بعد مازال كنعيشوا في المشاكل اللي خلاها من موراه. كنستغرب ان هذا الشخص غير مذكور في كتب التاريخ والمقررات المغربيه. حنا غنشوفوا شكون هو هاد خينا وعلاش وكيفاش ووقتاش وشنو هي التبعات. خليك معايا وغتفهم. بما اننا غنتكلموا على الاستعمار، ناخذ واحد الدقيقه نتكلموا على اشخاص مهمين جدا 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 في الاستعمار، وهما الاشخاص اللي كيجيو قبل الاستعمار، ما يسمى المستشرقين. المستشرقين اشخاص كتصيفطهم البلاد ديالهم 15 20 عام قبل، كيعيشوا في المجتمع، كيشوفوا العادات التقاليد، شنو كيلبسوا، شنو كياكلوا، فين كيسكنوا، صبت الشتا ولا ما صبتش، شكون اللي تيحكم، عدد الجنود ديال الجيش، جميع التفاصيل ديال التفاصيل كتكتب في تقارير لمده سنين، وبناء عليها يتخذ القرار ديال الاستعمار، وكتكون الدوله داخله وعارفه راسها فين حاطه رجليها. كل الدول العربيه كانوا فيها مستشرقين بدون استثناء. اشهرهم ما كتعرفوه لورونس داغابيل اللي وزع الدول ديال الخليج. في المغرب كانوا مستشرقين من 1830 حتى 1912، 82 عام، والتقارير اللي كتكتب على المغرب. جاتكم المناسبه وشفتوهم راكين محفوظين في الارشيف العسكري مثلا، غتصدموا، غتشوف تقارير على اخر دوار في اخر جبل في المغرب، شكون ساكن فيه، وشكون اللي القائد اللي كيحكم، وشنو زرعوا، وشنو حصدوا، وشكون اللي تيلقي الجمعه الخطبه، وشنو قال فيها، وشحال ديال الغنم وشحال ديال البقر عندهم في هذاك الدوار. تقارير مفصله دقيقه، زنقه زنقه، دار بدار، دوار بدوار. وان الاستعمار علم وسياسه. علم لان اللي كيتخذ القرار وعارف شنو غيوجد باش يستعمر دوله اخرى كيقولوا عنده جميع التفاصيل بادقها. الطريق من غيدوز من دوار لدوار كيكون ديجا عارفه. وبالمناسبه هذا الاستشراق ما سالش، راه باقي الى يومنا هذا. انا كنبقى نضحك بعض المرات ملي كنشوف في المواقع كيوريك واحد جاي من كوريا تعلم الدارجه، ولا واحده جايه من المانيا طلعت الجبل في الاطلس كتعلم الشلحه، وحقا هذا عزيز عليه الزعلوك، وهذه كتبغي تاكل الخرشف بالزيتون الحامض. حتى واحد ما جاي من بلادو وريح 10 سنين في المغرب باش ياكل الخرشف ولا زعلوك. راه الناس خدامه وكتكتب تقارير، وديك التقارير مهمه جدا لبلادها. ما تقولش الله يرضي عليكم الريح اللي جاي يديكم، ردوا بالكم شويه. نرجعوا لكزافيي كوبولاني. كزافيي كوبولاني من مواليد سنه 1866 بجزيره كورسيكا، كورس. بغى ينتقل للجزائر، كانت فرنسيه، واستقر في مدينه قسطنطينه. كان ديك الساعه هو باقي صغير. من صغره اندمج في المجتمع الجزائري، تعلم الدارجه الجزائريه، تعلم اللغه العربيه الفصحى، تعلم يكتبها، تعلم يقراها، لدرجه انه كان تيتكلم اللغه الدارجه بحال الجزائري، ما تفرقوش منهم. دار دراسات عاديه. سنه 1889 تم تعيينه كاتب عام في جماعه محليه، جماعه واد الشرف، موظف بسيط عادي. هذا الشخص كان تيتقن اللغه العربيه، ومن الصغر ديالو مهتم بالدين الاسلامي، لدرجه انه قرا القران، قرا الحديث، تعلم جميع المذاهب باربعه. ملي تنقولك تعلمهم يعني تعلم التفاصيل ديال الاحكام ديال المذاهب. وكان التخصص ديالو اللي تعمق فيه لواحد الدرجه ما يمكنش تصورها هو الصوفيه، التصوف. وكتب اول كتاب ديالو على الزاويه ديال سيدي عمر بن سنه اللي كانت زاويه في هذيك المنطقه فين كان ساكن. سنه 1897 ملي الفرنسيين شافوا هذاك الكتاب طلبوا منه اعداد تقرير عن جميع الطرق الصوفيه في الجزائر. استغرق ليه 4 سنين ديال البحث. وهو هذا اللي كتشوفوا في الصوره الكتاب ديالو سميتو لي كونفريري ريليجيوز مسلمان. هذا الكتاب فيه 500 صفحه. كنتحدى اي باحث في هذا الوقت هذا يعاود يكتب بحال هذا. من اقصى المشرق، وملي تنقول المشرق تقصد من الهند وانت جاي حتى للمغرب، جميع الدول، جميع الطرق الصوفيه، جميع المذاهب
شارحه ومفصله. هذا الكتاب ما كانش معد للنشر. الكتاب هذا تقرير بور لو شيف دو سيرفيس دي زافير انديجين اي دو بيرسونيل ميليتير او غوفرنمون جينيرال دو لالجيري. غادي يشرح فيه تعاليم الدين الاسلامي بالنسبه للضباط الفرنسيين باش يفهموا راسهم مع من كيتعاملوا. غادي يشرح الفرق ما بين السنه والشيعه. غادي يشرح المذاهب باربعه، ومن بعد غادي يدخل للزوايا الصوفيه، غادي يعطي لهم التفاصيل بوحده بوحده. حتى بالنسبه للمغرب غادي يشرح شكون هما الادارسه ومنين جاو وشجرات العائله ديالهم والمرابطين والموحدين والسادين والعلويين. كل شيء داكشي غادي يشرحه. هادشي راه سنه 1897 باش تعرفوا درجه الدقه ديال الخدمه ديالو، لانه ذكر مئات ومئات الزوايا. غناخذ غير مثال واحد، هو الزاويه الدرقاويه. الزاويه الدرقاويه قال لك سيدي تتبع طريقه الشيخ الهبري، متمركزه في منطقه بني زناس في المغرب، فيها 134 ديال الطلبه، 9 ديال الشيوخ، 72 ديال المقدمين، 8232 درويش، 1118 ديال الاخوان وجوج شواش. مجموع الاعضاء 9567. نتحدى كان في 1897 واش شي واحد في المغرب عارف هذيك الزاويه الدرقاويه فين كاينه. هذا حاسبهم بواحد وداير نفس الخدمه جميع الزوايا الصوفيه في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وحده بوحده. هنا داير ان طابلو ديال كل طريقه صوفيه، وشحال من زاويه، وشحال ديال الطلبه، شحال ديال الشيوخ والمقدمين والاخوان والدراويش بواحد. دير لهم احصاء شامل كامل، الطريقه التيجانيه، الطريقه اليوسفيه، الطريقه الشرقيه، الطريقه الناصريه، وحده بوحده. اللي غيوقع ان الجيش الفرنسي ملي غيتوصل بهذاك التقرير وغادي يقرا يقول راه ما يمكنش هاد الخيني هذا نخليوه عاطينو مكتب وستيلو جالس يكتب لنا في التقارير يخرج يطبق هذاك الشيء اللي تيعرف. اول حاجه داروا ليه صيفطوه الازواد. الازواد كلكم عرفتوا فين كاينه في الجنوب الجزائري حاليا وشمال مالي. فملي وصل الازواد بما انه كيعرف العربيه وكيعرف الدين، وصل تما بحالهم، لابس فوقيه بحالهم، داير هذاك الشال الازرق بحالهم، السلام على من اتبع الهدى. هذوك الناس فرحوا به. علاش؟ طيبوبه ديال المسلمين ان بالنسبه لهم هذاك اوروبي اعتنق الدين الاسلامي، فدخلوه معاهم الزاويه. ومن بعد اكتشفوا بانه قاري حسن من هذاك الامام اللي عندهم تما، فولا هو اللي كيصلي بهم. هذا خط اليد ديالو، هذه اوراد وادعيه كتبها هو بيدو، كاينه حاليا في المكتبه الوطنيه ديال فرنسا. ها كتابته والادعيه اللي كان هو تيكتب، وهذوك الناس ديال ديك الزاويه كيقراوهم من موراه. بما ان منطقه ازواد في ذاك الوقت كانت ما بين الجزائر اللي هي فرنسيه وتحت منها مستعمرات فرنسيه، فما كانش عندها قيمه. ففرنسا قالت بان خلينا نحتاجوه في منطقه اللي مهمه بالنسبه لينا وباقي ما سيطرناش عليها، وهي الجنوب ديال المغرب اللي فارق ما بين الجزائر الفرنسيه والسنغال المستعمره فرنسا، والصحراء اللي ما بيناتهم ماشي ديالهم لان اصلا ديال المغرب. فغادي يكلفوا هاد خينا هذا يمشي لتما ويشوف كيفاش غيدير باش يضم هذيك الصحراء الى المستعمرات الفرنسيه. هذه خريطه المانيه. في هذاك الوقت كانت فرنسا كتخطط تدخل المغرب، كانت المانيا كتخطط تدخل المغرب، كانت بريطانيا كتخطط تدخل المغرب، كانت اسبانيا كتخطط تدخل المغرب. كان المغرب محط انظار الجميع. فالمانيا كتعرفوا الالمان الناس مضبوطين، شغلهم مضبوط، ما يمكنش يجيو يحطوا رجليهم في بلاد ما عارفينهاش. فكلفوا واحد من كبار الباحثين عندهم الدكتور لانس يمشي يدير رحله استكشافيه في هذا المغرب، يقول لهم هذا المغرب من الداخل كي داير. الخريطه ديال المغرب هذه هو اللي رسمها، هذه خريطه رسمها الماني. دار رحله من طنجه، فاس، سلا، الرباط، مراكش، تندوف، هبط حتى الاقصى الجنوب ديال المغرب اللي هو طومبوكتو، ورجع الى مصب نهر السنغال، سان لوي دو سنغال. هذه هي الحدود الحقه للمغرب. هذا ماشي هضرتي، هذا ماشي تلوين الخرائط، هذه في الارشيف العسكري الالماني اللي بغاها. عندي جوج ديال الاسئله. سرح عينك في الخريطه وجبد لي دوله الصحراء الغربيه. ما كايناش. حنا 1880. سرح عينك في هذيك الخريطه وجبد لي دوله موريتانيا. ما كايناش. عاد غادي يصاوبها كوبولاني. حنا غادي نشوفوا كي دار لها. كوبولاني من سبتات فرنسا سنة 1899 لجنوب المغرب كانوا عنده عدة مهام، أهمها كيفاش نستعمروا هذه الأرض بلا حرب. هو كيتقن اللغة العربية، كيتقن اللغة الحسانية، وعارف الدين الإسلامي، وعارف طريقة التفكير ديال هذوك الناس. كوبولاني غادي يستغل طريقة بسيطة جدا وكتخدم في جميع العصور. غيستغل خلاف ما بين جوج زعماء قبائل، جوج ديال الشيوخ، الشيخ احمد سلوم والشيخ سيدي محمد فال. هادو كانوا جوج ديال زعماء منطقه طرازه.
فكوبولاني مشى عند الشيخ احمد سلوم قال له انت هو الزعيم الحقيقي ديال هذه المنطقه هذه، وداك سيدي محمد فضل راه بغى يدي لك بلاصتك، اجي تعاون مع الجيش الفرنسي، والجيش الفرنسي راه غادي يعاونك عليه، ومنين نربحوا غادي نعينوك انت امير ديال المنطقه. فهذاك الشيخ احمد سلوم ثق فيه، وبالفعل كوبولاني استدعى جنود من السنغال وعاونوه وربح. منين ربح قال لي عرفتي شنو غادي نديروا دابا باش نضمنوا لك الحمايه مستقبلا؟ حنا غادي نديروا تكنات عسكريه على الطريق لحمايه المنطقه من الاعداء ديالك. وبالفعل بشويه بشويه هذه قشله هنا هذه قشله ليه، حتى استعمروا هذيك المنطقه كلها دون اطلاق رصاصه واحده. الشيوخ ديال القبائل الاخرى ديال المنطقه فهموا بان فرنسا استغلت السذاجه ديال واحد منهم وحطت رجليها تما. فشكون اللي ناض ضدها؟ ناض ضدها الشيخ سيديه والشيخ سعد بوه والشيخ معلعيني. الشيخ معلعيني هذا شخصيه مهمه جدا جدا، غنديروا لي فيديو ديالو خاص. هنا غنجيو للتسميات. سنه 1902 من استقر كوبولاني في هذيك المنطقه غير ارسل تقرير للرئاسه الفرنسيه، كان الرئيس الفرنسي سميتو فالديك غوسو، غير استعمل مصطلح لا موريتاني اوكسيدونتال باش يسمى هذيك المنطقه. الوغ لا موريتاني اوكسيدونتال يعني موريتانيا الغربيه. موريتانيا هو الاسم القديم ديال المغرب، كلكم كتعرفوا موريتانيا الطنجيه، بحال الا سماها المغرب الغربي لا موريتاني اوكسيدونتال. من بعد هاد السميه غادي تقسم على جوج، غتولي لا موريتاني بلاد، ولو ساغا اوكسيدونتال اللي هو الصحراء الغربيه غادي يخرج منها طرف اخر هو اللي غادي تاخذ اسبانيا. يعني بدينا بالمغرب الغربي، هذاك المغرب ولا سميتو موريتانيا، وهذيك الغربي ولا سميتها دوله اخرى. شدوا المغرب وقسموه على ثلاثه. نجيو للمفيد. شكون رسم حدود المغرب وكيفاش وعلاش ووقتاش؟ اول واحد حط رجليه في الصحراء ديال المغرب هو اسبانيا سنه 1884 في اطار سياسه تخرج العينين. جابت العسكر ديالها واحد شويه حطاتهم تما واعلنات هذه المنطقه تحت حمايه اسبانيا. حمايه اسبانيا وليس استعمار اسبانيا. منطقه صحراويه ما تسوق لها حتى شي واحد. تجمع المؤتمر ديال الجزيره الخضراء، شي حاجه اتفقوا عليها شي حاجه ما اتفقوش عليها، بقى واحد شويه ديال العسكر ديال اسبانيا تما والامور غاده. من بعد ما جا كزافي كوبولاني ودار وضع اليد على ما يسمى حاليا موريتانيا، كان خاصهم يحدوا الحدود مع اسبانيا. كاين جوج الحلول، اما غيتحاربوا مع اسبانيا اما غيتفقوا مع اسبانيا. هادشي اللي كان في هذاك الوقت. فهما قرروا سنه 1900 يتجمعوا مع اسبانيا ويديروا اتفاق. هذاك الاتفاق بقى في التاريخ معروف باسم لو تريتي دو باري، وكان نهار 27 جوان سنه 1900. هذاك النهار غادي تحدد الخط الفوقاني والتحتاني ديال الصحراء المغربيه. الخط الفوقاني قرروا غادي يكون على مدينه سيدي افني، والخط التحتاني راك عرفتوه كاين دابا هو الحدود مع موريتانيا. شكون رسم هذه الحدود؟ رسمها كزافي كوبولاني. وبالمناسبه في نفس الاتفاق كاين ترسيم الحدود ديال دوله الغابون وديال دوله غينيا الاستوائيه. جابوهم في الهضره، كانوا حتى هما مضاربين عليهم مجموعين بقاو كل مره نديروا مؤتمر، داروا مؤتمر واحد دوزوا فيه كلشي، الصحراء وموريتانيا وداز معاهم حتى الغابون وغينيا الاستوائيه. هذه خريطه المغرب سنه 1900. كوبولاني خدا ستيلو مسطره وبدا كيرسم. هذا الطرف اللي بالاحمر غادي تاخذوا اسبانيا، وهذا اللي بالازرق غادي نسميه موريتانيا، وهذا الطرف اللي بالاخضر ستتم اضافته الى الجزائر، هو الصحراء الشرقيه ديالنا. وشاطيهم واحد الطريف بالصفر لتحت ما بغاه حتى واحد، تمت اضافته الى ما كان يسمى في ذاك الوقت لو سودان اللي هي دوله مالي حاليا. كان الصباح المغرب المساحه ديالو 2.5 مليون كيلومتر مربع، في العشيه المغرب بقات المساحه ديالو 450 الف كيلومتر مربع. في نهار واحد مشات لينا 80% من مساحه المغرب. 80% من مساحه المغرب توزعات ما بين اسبانيا وموريتانيا وفرنسا اللي هي الجزائر ومالي، تقسمت على 5 كل واحد خد طرف. على راي خالد كي كنتي وكي وليتي. انا كنظن بان هاد 27 جوان خصنا نبقاو نحتفلوا فيه كيوم النكسه، نهار خسرنا 80% من بلادنا بجرة قلم. بجرة قلم كزافي كوبولاني ومن معه حيدوا 80% من مساحة المغرب، ومع ذلك هذا السيد غير مذكور في أي من مقررات التاريخ في المملكة المغربية. فهم السطة. ملي كتشوفوا في المؤتمرات دول بحال الجزائر ولا بحال موريتانيا ولا بحال مالي، من بعد السلام عليكم وعليكم السلام أول كلمة كيقولوا الحدود الموروثة عن الاستعمار. الحدود الموروثة عن الاستعمار ما خص حتى واحد يقرب لها، راه عندهم الحق. راه الحدود الموروثة عن الاستعمار لأن أصلا الدول موروثة عن الاستعمار.
بلا مسطره وستيلو لا يوجد شيء اسمه الجزائر، ولا شيء اسمه موريتانيا، ولا دولة سميتها مالي. بالمناسبة دول تبنت أصلا على الحدود الموروثة على الاستعمار، تقيس في هذيك الحدود طير هذيك الدولة، لأن ما عندهاش خلفية تاريخية. شكون في موريتانيا يقدر يجي يهضر معايا ويقول لي حنايا قبل 1900 وهاد ترسيم الخرائط ها الحدود ديالنا، ها العاصمة ديالنا، أعطيني غير العاصمة ديال موريتانيا اشنو سميتها، أعطيني الحاكم في موريتانيا اشنو كانت سميتو، أعطيني الحاكم في الجزائر اشنو كانت سميتو. كل شيء موروث على الاستعمار. ولا يجي واحد من مالي يقول لك حنايا الدوله عندنا تاريخ، اي عندك تاريخ، عطيني اخويا شو كانت سميت عاصمه مالي. اذا كانت طومبوكتو وكاو كانت مدن مغربيه. ما علينا، نعود لموضوعنا. بطبيعه الحال الشيوخ الاخرين ديال القبائل الصحراويه ما قبلوش لهذا العجب ديالو، كان اهمهم الشيخ سيديه، الشيخ سعد بوه، وبطبيعه الحال الشيخ ماء العينين اللي كلكم سمعتوا الاسم ديالو، واللي غادي نخصص له فيديو خاص ديالو لان هذا شخص يستحق اننا نعرفوا التاريخ المجيد ديالو. الشيخ ماء العينين كان هو اللي عنده ظهير ملكي لحكم هذيك المنطقه، وكانت العاصمه ديالو هي مدينه سماره. كانت موريتانيا، اقليم موريتانيا اللي هي بلاد شنقيط، موريتانيا اللي اخترعها غير هاد كوبولاني اللي هي بلاد شنقيط، كانت العاصمه ديالها هي مدينه سماره تحت حكم الشيخ ماء العينين. فبطبيعه الحال هاد الناس ما قبلوش ليه هادشي ديالو، وبدات المقاومه. فرنسا 3 سنين وهي كتصرف فلوس تما، ما شايط ليها والو، منطقه صحراويه في هذاك الوقت ما كاين لا غاز لا بترول لا حديد لا حتى شي حاجه، كاين الناس غاديين بالجمال والجايين والقوافل، وفرنسا كتخسر فلوس وكتفرج، فخصها تدخل فلوس من هاد البيعه والشريه. كوبولاني كان تيعرف التعاليم الدين الاسلامي احسن من الفقهاء ديال هذاك الوقت، فما يمكنش يفرض عليهم ضريبه. الناس في الصحراء ما عمرهم ما عرفوا شنو هي الضريبه، عين راسو ولي الامر وجا فرض عليهم الزكاه. كما سمعت فرنسا كتفرض الزكاه على القبائل الصحراويه، دخلهم من جهه الدين، لدرجه ان في التقرير كاتبين بان كان تيهضر معاهم دون زون لونغ اليغونت، كان كيتقن اللغه الحسانيه. في اللغه الحسانيه موريتانيا بلاد الشعراء، هو كان تيهضر احسن منهم اللغه الحسانيه. غريب جدا هذا الشخص هذا، مستعمر يفرض الزكاه على المسلمين بنص الحديث ونص القران، جايب لهم الاحاديث وجايب لهم الايات القرانيه، وكيتناقش مع الفقهاء تما، وفرض فعلا الزكاه على القبائل اللي كانت تحت السلطه ديالو. سنه 1905 غادي راسل الرئاسه الفرنسيه، فبحال ملي كانت اسبانيا في جنوب المغرب، كانت الحضور الفرنسي تما فقط لتامين طريق ما بين المناطق ديال النفوذ ديالها، ما كانش استغلال حقيقي لموريتانيا في هذاك الوقت. بقى الوضع على ما هو عليه، وكانت هناك مقاومه من القبائل المغربيه للوجود الفرنسي حتى نهار 12 ماي 1905 منطقه تيجيكجا المقاومه المغربيه قتلات كزافيي كوبولاني قرطاسه الله يعاون. هذا القبر ديالو مازال الى اليوم في موريتانيا. ومن 1905 الى 1960 موريتانيا كانت جزء من لافريك اوكسيدونتال فرانسيز، مستعمرات فرنسيه. واول مره موريتانيا تاخذ الاستقلال من فرنسا كان في 1960، يعني قبل 1960 الى العصر الحجري لم تكن هناك دولة اسمها موريتانيا في التاريخ. هذا الفيديو كان للتاريخ باش نعرفوا التاريخ ديالنا ونعرفوا الاشخاص اللي اثروا في التاريخ ديالنا، وليس ضد الشعب الموريتاني ولا الدولة الموريتانية ولا اخواننا في موريتانيا، بالعكس هادو خوتنا وحبابنا والامتداد الطبيعي ديالنا، وحنا عرفنا اليوم حتى شكون هو اللي فرقنا عليهم. لهم مني كل الاحترام والتقدير. فقط كنشوف في المقررات ديالنا للاسف اشخاص بحال هذا اللي هما كان لهم تاثير ولا زال لهم تاثير، هما اللي رسموا الخريطه ديالنا، وهما اللي رسموا حدودنا مع موريتانيا، وهما اللي رسموا حدودنا مع اسبانيا، وهما اللي رسموا حدودنا مع الجزائر، ما مذكورش حتى بالاسم في كتب التاريخ المغربيه. وكيف ما محينا ذاك الخط ما بين شمال المغرب وجنوبه، واحد النهار بطريقه او باخرى غنمحيو ذاك الخط اللي ما بيننا وبين اخواننا في موريتانيا. وكنسطر مزيان على كلمه اخواننا في موريتانيا، احبابنا هادو. مات كزافي كوبولاني سنه 1905. حنا سنه 2024 119 عام من بعد ما زلنا نعاني من الخطوط التي رسمها هذا الشخص العجيب الغريب. هذا جزء من تاريخنا، مازال نشوفوا مسائل اخرى، مازال فيديوهات قادمه ان شاء الله. بارطاجي الله يرحم الوالدين، بارطاجي باش المغاربه يعرفوا، راه ما يمكنش شخص بحال هذا ما تعرفوا حتى شي واحد. بارطاجي الله يخليكم، شكرا لكم، خليتكم على خير.